السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة احنا جايين نتكلم عن أسباب فساد البيض تحت الفرخة اللي راقدة عليه. في كذا سبب ممكن يؤدي إلى حدوث المشاكل دي، وهي إن البيض يفسد. بالظبط 5 أسباب. 5 أسباب احنا يعني جمعناهم خلال الفيديو علشان كل الناس اللي بتحاول ترقد تحت فرخة ترقيد طبيعي بقى مش ترقيد صناعي تتعامل مع الأسباب دي بالشكل السليم، وما تخليش الأسباب دي تحصل بأي شكل، لأنها تؤدي إلى فساد البيض تحت الفرخة وهي راقدة عليه. تمام. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. احنا محتاجين نبدأ بأول سبب على طول علشان مفيش وقت فعلا، ومحتاجين نختصر قدر المستطاع. أول سبب معانا هو إن البيض نفسه يكون مش متنقي كويس. يعني إيه؟ يعني احنا قلنا قبل كده من مواصفات البيض إنه ما يكونش حجمه كبير أوي وما يكونش حجمه صغير أوي، يكون حجمه متوسط. وبرضو من مواصفات البيض إن تكون قشرته ناعمة مش مجعدة، يعني مش فيها كده حتت بارزة وحتت مسطحة، حتت بارزة وحتت مسطحة، لأ، تبقى كلها ناعمة وملساء. البيضة اللي فيها حتت مجعدة كتير وحتت غامقة وحتت فاتحة دي قشرتها صعبة أو قشرتها بايظة بشكل عام، سواء كانت صعبة أو كانت سهلة. حلو. فحضرتك دلوقتي إيه؟ يعني يستحسن ننقي البيض بالمواصفات دي، ان هي تكون متوسطة الحجم، لا كبيرة ولا صغيرة، وقشرتها ملساء. تمام. وبرضو طبعا يعني الحاجة الطبيعية والمنطقية ان يكون البيض مخصب، لان البيض اللي مش مخصب بيضر بشكل كبير جدا عملية الترقيد كلها، لان البيض اللي مش مخصب بيفضل بارد، درجة الحرارة مش بتتفاعل معاه، مش بتطلع منه كتكوت، فمفيش روح جواه فبيفضل بارد، فبيبوظ باقي البيض اللي حواليه. دي بقى المشكلة بتاعت ان البيض مش متنقي كويس. كذلك برضو من الأسباب اللي بتؤدي إلى فساد عملية الترقيد وجود حشرات أو قوارض أو إزعاج بشكل عام. إزعاج بشكل عام حوالين الفرخة، سواء إزعاج المربي أو حد غير المربي. يعني الأصوات العالية، أصوات الكلاكسات، العربيات، المصانع، لو أنت بتربي جنب مصانع، كل ده ممكن يعطل عملية الترقيد عندك والتفقيس، فيخلي إيه؟ يخلي البيض يفسد تحت الفرخة. فلازم حضرتك تعمل ايه؟ لازم حضرتك تكون واخد بالك كويس قوي من انه مفيش حشرات تأذي الفرخة وتخليها تقوم من على البيض، ومفيش قوارض او اي نوع من انواع الحيوانات تزعج الفرخة وتخليها تقوم من على البيض. وكذلك لازم يكون في نظافة مستمرة، نظافة مستمرة للمكان. اياك تسيب المكان فيه اي نوع من انواع القاذورات حوالين الفرخة، لان ده هيسبب ليها عدم راحة وازعاج بشكل او باخر. تمام. لازم برضو ناخد في حسباننا وفي فكرنا الموضوع ده. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نركز عليها، وهي درجات الحرارة غير المنضبطة والمتغيرة، درجات الحرارة اللي مش ثابتة. تمام. درجات الحرارة اللي بتتغير على طول دي اللي هو برد حر برد حر برد حر، دي بتؤدي إلى فساد البيض، وده شيء مفيش منه فراغ. تمام. طيب الفرخة كده كده راقدة على على البيض، صح؟ درجة الحرارة هتتغير منين؟ هي بترقد بشكل معين في الليل لما درجة الحرارة تبقى منخفضة عشان تدفي البيض، وبالنهار بترقد بشكل مختلف شوية علشان كده كده درجة الحرارة بتبقى عالية، صح؟ احنا بقى بنبعد البيض اصلا عن الشمس، بنبعد البيض اصلا عن درجة حرارة الشمس او الشمس المباشرة عشان برضو ما يحصلش اذى. فالفرخة برضو بتتعامل، واحنا عموما ما بنحبش عملية الترقيد تتم في اي ظروف فيها حتى ريحة شمس حوالين البيض، حتى حوالين البيض. تمام. لازم نضبط درجة الحرارة حتى في البيئة اللي عايشة فيها الفرخة قدر المستطاع، لأن الحر لما بيزيد عن اللزوم مش بيخلي أي عملية ترقيد تصلح، لأن الفرخة نفسها بتقوم من على البيض، لأن البيض بيلسع من كتر السخونة. تمام. حتى والشمس مش موجهة عليه هو بيلسع وبيبوظ. فاحنا لازم نظبط كل الحاجات دي ونبعد عن الأسباب دي كلها علشان خاطر عملية الترقيد تتم بنجاح. تمام. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ناخدها في حسباننا الطريقة الغلط بتاعة نقل
الفرخة بالبيض بتاعها. يعني دلوقتي احنا عاملين العشة او المكان اللي راقدة فيه الفرخة، حلو. عايزين ننقل الفرخة بالبيض بتاعها بعيد عن باقي الفراخ علشان نحقق الشرط بتاع العزلة ونحقق الشرط بتاع الهدوء، حلو. فعشان تعمل كده لازم اصلا تجهز المكان بشكل معين. المكان اللي انت هتنقله ده لازم يكون عبارة عن قفص سهل النقل. قفص كده حضرتك بمنتهى البساطة تعرف تاخده وتشيله من مكان للتاني، حلو. فالقفص ده لازم يكون فيه رملة وتحتها رماد، تمام. ويعني البيض متحوط بشكل او باخر علشان نخلي البيض سليم وما يتكسرش، حلو. فانت لازم تاخد بالك ان المكان ده هو اللي هتعرف تنقله بعد كده. المكان ده او القفص ده هو اللي هتعرف تشيل الفرخة بيه بالليل بعد ما تتعود عليه يوم او يومين. تشيل الفرخة بالليل بالقفص ده، حلو، لمكان تاني هادي جدا، هادي جدا، تمام. فاحنا لازم نظبط الموضوع ده. طيب، برضو في سبب شائع كده وللأسف الناس مش واخدة بالها منه. السبب ده بيؤدي إلى فساد عملية الترقيد بشكل كبير. احنا اتفقنا ان البيض اللي مش مخصب لما بيفضل جنب البيض المخصب بيؤدي الى تبريد البيض المخصب، يعني بيخفض من درجة حرارته لانه مفهوش روح ومش بيتفاعل مع الفرخة اللي راقد عليه، حلو. فاحنا دلوقتي عايزين نحوش البيض غير المخصب، نحوشه من العملية كلها. فلازم بعد 5 ايام في الصيف او 7 ايام في الشتاء من عملية الترقيد نروح نكشف على البيض. نروح نكشف على البيض بيضة بيضة ونشوف فين البيض المخصب وفين البيض غير المخصب. وطريقة الكشف احنا عارفينها، مكان ضلمة وكشاف، تمام. الكشاف ده بيحول البيضة للون احمر شوية. من خلال احنا الاضاءة دي كلها والاضاءة والنور ده كله هنقدر نستكشف بقى هل في بذرة سودة جوه وفيها عروق حمراء ولا مفيش، تمام. لو في يبقى كده البيضة دي مخصبة، لو مفيش يبقى البيضة دي غير مخصبة، تمام. البيضة دي غير مخصبة. فحضرتك لازم على طول بشكل مباشر تعمل ايه؟ تروح على طول تحوش البيض غير المخصب، تحوش البيض غير المخصب. وكده انت حافظت على باقي البيض من البيض غير المخصب اللي ممكن يبرد البيض المخصب ويأذيه، لان هي العملية كلها عملية تدفئة. فالبيض اللي هو المفروض فيه بذرة بيتدفى ودرجة حرارته متظبطة وزي الفل، انما البيض التاني اللي ما فيهوش بذرة بيفضل ساقع وبارد، فبيبوظ عملية التبريد كلها او عملية التكييف، تكييف درجة الحرارة اللي موجودة بشكل طبيعي تحت الفرخة، تمام. دي كانت كل الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى فساد عملية التبريد. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.